الشيخ الذي لا يحسن الوضوء. عندما كان الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام في عمر الصبا، مر ذات يوم على مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فوجدا شيخا حديث عهد بالإسلام وهو يتوضأ بصورة غير صحيحة، فأرادا الإمامان تعليمه الوضوء الصحيح. فهل تعرفون ماذا فعلا؟ تعال إذن نستمع للحوار الذي دار بينهما. قال الإمام الحسين عليه السلام: انظر يا أخي، انظر إلى هذا الرجل، إنه لا يحسن الوضوء. فقال الإمام الحسن عليه السلام: صحيح ما تقوله يا أخي، وعلينا أن نعلمه كيف يتوضأ. تعال يا أخي لندنو منه ونتوضأ أمامه ليرى وضوءنا، ثم نسأله أينا أفضل وضوءا من الآخر. قال الإمام الحسين عليه السلام: فكرة رائعة يا ابن أمي. وتقدم الإمامان نحو الرجل وطلبا منه أن يعطي رأيه في وضوئيهما. توضأ الإمام الحسن أولا فأحسن الوضوء، ثم توضأ الإمام الحسين فأحسن الوضوء أيضا. وعندها قال الإمام الحسن عليه السلام: ها أيها العم، أينا أصح وضوءا، أنا أم أخي؟ وحار الشيخ في أن يعطي رأيه في أحدهما، فالاثنان قد توضأا بصورة صحيحة، إلا إنه اكتشف أن وضوءه كان غير صحيح. من أنتما بأبي وأمي؟ والله إن وضوءكما خير وأصح من وضوء من تريدان رأيه. من أنتما؟ قال الإمام الحسن عليه السلام: أنا الحسن بن علي بن أبي طالب، وهذا أخي الحسين. وما إن سمع الشيخ كلام الحسن حتى أقبل عليهما يقبلهما وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أقسم بالله ما أردتما إلا أن تعلماني الوضوء الصحيح، وإلا فأنى لأعرابي مثلي أن يفاضل في وضوء ابني بنت رسول الله. والله ما أخلاقكما إلا من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أدبكما إلا من أدب علي وفاطمة. من أنتما؟ قد علمتمان الوضوء الصحيح، أفلا تعلمان الصلاة الصحيحة؟ فقال له الإمام الحسن عليه السلام بكل سرور: يا عم، تفضل إلى المسجد، تفضل. وهكذا تعلم هذا الشيخ الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة.